خلينا نكون صريحين، دائما المضبي يكون قاسي وقوي. خلينا نجيب قطعتنا هنا، احط لكم المضبي الحين وتشوفون وتعطونا رايكم فيه. شوفوا كيف، شوفوا كيف الجمال، شايفين؟ شايفين كيف ذايبه؟ ها، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نكهة المضبي بنفس الوقت ذايبه. شوف، ها، ما شاء الله. ميزة المضبي اللي سويناه سريع، ما يبي له شيء. نحط معه ملح شوي كذا ورشة فلفل اسود. يا قلبي شوفوا كيف خلال ساعة عندك أجمل وألذ مضبي ممكن تجربه. شوفوا كيف أجمل وألذ مضبي. يا قلبي صراحة تفاجأت من النتيجة اللي طلعت، وأساسا ما كنت متوقع، والله ما كنت متوقع. طبعا هنا عندي الطحينة، يقول لك أهل الجنوب يأكلونها بالطحينة، صح علي ولا لا؟ أهل الجنوب يأكلونها بالطحينة. بسم الله. وياخذون معه خبز. يا قلبي انتم ايش بقيتوا اهل الجنوب؟ صراحة فنانين في طبخكم، فنانين في طبخكم. خذ معه عسل بعد، لحقها بعسل. قسما بالله انها من ألذ الأكلات اللي أنا جربتها. شوفوا كيف، يا ويلي، شوف، واوك واوك، حارة. ها، شوفوا كيف حطها هنا. ما توقعتها كذا ولا توقعتها باللذة هذه، صراحة لذيذة مرة. ذبيحة مضبي خلال ساعة واحدة خالصة وجاهزة. وين فيه؟ في بيتك وعلى الحجر. ذبيحة مضبي وفي بيتك وعلى الحجر، وبنستخدم فيها قدر كاتم. يعني تتكلم عن شيء جميل، تتكلم عن شيء بيطلع لذيذ. شايفين؟ طبعا تبي تجيب التيس جيب لك تيس، تبي تجيب لك نعيمي جيب لك نعيمي، كل واحد وطريقته. اليوم بنطلع بمضبي لذيذ، مضبي ساعة واحدة، زوجك بيتكلم عنه، اخوياك في الاستراحة بيتكلمون عنه، العيال في الدوام بيتكلمون عنه. والله بيطلع لذيذ، بيطلع لذيذ لذيذ. مضبي مو بقاسي، لا لا لا، مضبي زبدة. انا عندي مشكلة مع المضبي، كل ما جيت لا لا، المضبي هذا بيكون زبدة، بيكون جميل، بيكون لذيذ. تعالوا معي خلينا نقول بسم الله ونبدأ فيه. يلا، لازم تاخذ شوي من شحمة اللية بشكل بسيط. على الحجر، الحجر يكون حار، شاب عليه انت تقريبا لك ما ادري ساعة حولها. هذه النكهة ترى تحتاجها انت. الريحة لا احكي لكم، ما شاء الله. شوف زبدة قاعد تنقط، تشوفون زبدة. تخيل انك بتسوي مضبي في بيتك وعلى الفرن حقك. شوف، تحط الحجر على النار يا طول العمر وتخليه. بعد ما دهنته بالدهن حق الذبيحة حقتك خلاص تخليه كذا. خلونا نرجع الحين نفصل الذبيحة مع بعض. تعال، هذا أول شيء أبى أشيلها، النص الثاني بخليه على جنب. أبى أتكلم عن هذه، شايفين؟ بفصلها لحالها، الكتف لحاله.
خلاص هذا اللي نحتاجه. انا احتاج افصل الكتف الحالة كامل الطريقة هذه. السلام. كتف الحالة، وابدأ اخذ كل 3 ضلوع مع بعض. ما ابي كمية ضلوع كبيرة، لانه وشو المضبي تحتاج يكون كل لحمة نحيفة عشان يستوي على طول، ما ياخذ منك وقت. يعني شايفين هذه كلها كاملة بقشرها، اللي فوق هذا كله كامل بقشره كامل، يعني يكون مشرح. السلام. خلاص شايفين هذا مشرح كله كامل. شوفوا هذا اللي هو المشرح، اللحم المشرح خليه على جنب. الضلع الاول والضلع الثاني مع بعض، بعدين الضلع الاول والضلع الثاني مع بعض. خلاص كل ضلعين يكونون مع بعض. ليش؟ مثل ما قلت لكم المضبي ما يتحمل كمية اللحم كثيرة، فهذه كل ضلعين مع بعض كذا. بسم الله. شوفوا كيف ضلعين ضلعين ضلعين، وبكمل هنا الباقي على طول. الحين تحط الشحم مرة ثانية. شايفين قبل ما تحط قطع اللحم حقتك، بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا ريحته شيء ثاني، تشهي والله تشهي. الحين نقول بسم الله ونبدأ ننزل القطع حقتنا. يوك ما شاء الله تبارك الله. عادي نضبطها كذا. سلام. الظهر. سلام. والله شيء. شو هذه القطعة بعد؟ آخر واحدة، وباقي عندي هذه بخليها بعد. بس شوفوا كيف. خليني أشيل لكم هذه. شوفوا كيف صارت من تحت. ما بعد قلنا بسم الله، بس برجعها مكانها. تبارك الله. السلام. خلاص كذا خلصت اللحم حقي. شوفوا كيف جاهز. ابى اشيله من الحجر عشان نطلع مثل ما قلت لكم نكهة اوه. شوفوا كيف شايفين. طبعا الحركة هذه اللي انا اسويها قدامكم ترى هذا عشان اسكر المسامات حقت اللحم، مسامات المويه ما تطلع منها، تكون المويه جوا اللحمه، عشان ما تذوق مضبي ناشف وتقول لي ليش المضبي ناشف. شوفوا سكرت المسامات حقت اللحمه كلها كامله. خليت اللحمه الحين على جنب. اجي افتح الكاتم واقول بسم الله وانزل الحجر فيه. شوفوا كيف نزل الحجر في الكاتم. طبعا اللي حطيت تحت هذا حطيت ملح القصب. سلام ما شاء الله تبارك الله. شايفين بعدها على طول ارمي اللحمه كلها فيه. تسمعون الصوت؟ اسمع الصوت، اسمع الصوت ما شاء الله تبارك الله. خلاص كذا لحمتنا جاهزة. وآخر حجر شايفين كذا لحمتنا جاهزة. آخر حجر يكون عليها. شوفوا كيف. خلاص تقول بسم الله قفل عليه.
شاء الله. بعدها نشغل النار على شيء بسيط، بس ما تكون خربانة العين، على شيء بسيط. بسم الله وعليه، على بركة الله. والله صادقة أنا معك ذي، المفروض كل الرجاجيل يسوونها لحريمهم. معليش لازم نوقف معهم شوي. هلا أوه. ما شاء الله تبارك الله. خلينا نشوف من جوا، خلينا نشوف خلال ساعة وش طلع معنا. يا قلبي شوف خلال ساعة وش طلع معنا. أنا والله ما أدري إلى الآن. ما شاء الله تبارك الله يا قلبي. التقميرة المطلوبة، التقميرة المطلوبة، شايفين؟